مرور سفيان اوغادو حول الارتقاء في المقابله. هدف من يجي تحت الضغط. اسامه الغريبي مرر ترتطم الكره بظهر كوكو، تنزل امام محمد حمامي القادم الرشاد البرنوسي الذي يفتتح مبكرا هدفا غاليا للجديده ياتي في الدقيقه العاشره. اذا الجديده متقدمه منذ الدقيقه العاشره. هدف لاعب حمامي بالرغم من متابعه الحارس هشام العلوش بحكم غياب الحارس الرسمي خالد العسكري الذي تصرف يعني لملعب العبدي. السلطه الامنيه تبدو فرصه وهذه التمريره الجميله العرضيه وانسلا وسط على سفيان اوغادو. جهد كبير. ولاحظوا ماذا فعل ايوب نعناع الذي يرسل الكره داخل الشباك الحارس هشام العلوش. وتتعمق جراح فريق الرجاء. فريق لم يستفق، ما خرجوش من الغيبوبه ديال الاقصاء من منافسات كاس العرش. حضراف عريس هذه المقابله، يمكن نقول عريس المقابله ماشي عبثا، يحمل الفريق فوق كتفيه. يعني فيما يمكن نقول بعض انصار الرجاء بدا يغادر الملعب. انصار الرجاء لا يصدقون ما يشاهدون في هذه المقابله. حضراف بالرغم من متابعه العلوش يضيف هدف ثالث